الرحمن الرحيم. احنا اتينا الى جربه ومعنا اكثر من 2000 مواطنين اللي باش يحضروا في الاجتماع، ضيوف. والاجتماع هذا حضرناه منذ اسابيع، واتصالات الكل على علمه كتابيا وشفهيا وفي اعلى مستوى. ولكن الشيء اللي وقع هو كونه يعني ما امكناش باش نعملوا الاجتماع، يعني وخاصه في مخص شخصي انا. يعني ثم من اشخاص يعني من الانواع اللي معروفه، وانا نعتبر كل اللي معايا يقولوا هذوما من النهضه، ومن ايضا هذوما حمايه الثوره، او في الحقيقه يعني دفنان الثوره، فهمت؟ وما كانش ثم توا المواطنين الكليك اللي حاضرين في الصاله محصورين وما نجموش يخرجوا. ومن سوء الحظ الراي السائد وان السلطات متواطئه معهم ويعاونوا فيهم على تفشيل الاجتماع، بحيث الشيء الوحيد اللي نحن ربحناه من الثوره هو حريه التعبير. يعني يظهر فيه لا يلزم لنا نعتبروه تقبر. ولهذا يعني انا على كل حال نوجه نداء للمواطنين وننبههم ونقول لهم راهو النهضه ولات اكبر خطر على البلاد، ولو امنكم راهو ما عادش مضمون. ضحى باولاده باش يعمل دوله حره مستقله ذات سياده. اهم دور للدوله هو كونها تحفظ امن مواطنيها. الدوله نتاعنا ما عادش قادره باش تقوم بهالماموريه هذه، ولهذا لربما تو باش نرجع قانون الغاب، وكل واحد يعني مطلوب باش يحمي امنه وحده. شيء مؤسف على مراد الله. وانا ما كنتش نكون نعتبر اني مش نبقى حي ونشوف تونس في المنظر هذا، ونشوف رجال الامن في المنظر هذا على مراد الله. وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم.